ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بشرتك بتحمر بسرعة من اي منتج او حتى بتحسي بحرقان وشد بعد الغسول، فانتي غالبا عندك بشرة حساسة، وده معناه انك محتاجة روتين خاص ومكونات معينة تتعاملي بيها بحذر جدا. الفيديو ده هقولك فيه عن كل حاجة تخص البشرة الحساسة من روتين كامل، والحاجات اللي تتجنبيها، وصفات طبيعية ومنتجات مفيدة، وكل ده بأسلوب بسيط وسهل. أول حاجة، إزاي تعرفي إن بشرتك حساسة؟ بتحمر بسرعة سواء كان من الشمس أو من الغسول، وبتحسي بحرقان بعد أي منتج، وبتظهر فيها التهابات وتقشير بسهولة جدا، وبتتفاعل بسرعة مع أي تغير جو أو منتجات. أخطاء بتضر البشرة الحساسة: استخدام غسول قوي فيه كحول أو عطور، والإفراط في السكرابات بتاعة البشرة، وتجربة أي منتجات من غير ما تختبري بشرتك، والتعرض للشمس من غير صن بلوك، واستخدام مناديل مبللة أو ميك اب يكون فيه مواد كيماوية. الروتين المثالي للبشرة الحساسة: الصبح غسول خفيف خالي من العطور زي غسول استرافيل أو غسول أفين، دول مناسبين جدا للبشرة الحساسة. وتونر يكون هادي، ويفضل يكون فيه خلاصة الورد أو البابونينج، وسيرم بسيط يكون فيه فيتامين بي 5 أو هيرونيك أسيد، ومرطب مخصص للبشرة الحساسة زي المرطب من براند لاروش، وواقي الشمس خفيف خالي من الكحول والعطور زي السان بلوك بتاع لاروش. وبالليل نضفي بشرتك بغسول لطيف، وسيرم يرطب ويهدي، وكريم يرطب بعمق. منتجات أنصحك تجربيها لبشرتك الحساسة زي غسول استرافيلا أو إيفين أو بايوديرما، ومرطب لاروش، دول كويسين جدا للبشرة الحساسة. واقي الشمس من بايوديرما فوتو دريم AR، وصفات طبيعية مناسبة جدا للبشرة الحساسة: كمادات شاي أخضر يهدي جدا الاحمرار، وماسك الزبادي بالعسل مرتين في الأسبوع فقط، ومية الورد الطبيعية تونر ممتاز ومهدي جدا للبشرة الحساسة، وجل الصبار الطبيعي بعد الشمس بيقلل الاحمرار جدا. تجربي دايما أي منتج على جزء صغير من بشرتك قبل الاستخدام. نصايح مهمة: استخدمي فوطة قطن ناعمة في التنشيف، واشربي مية كتير، وقللي السكريات، وما تحطيش طبقات كتير من المنتجات على بشرتك. ما تنسيش تنضفي فرش الميك اب بانتظام، وحافظي على روتين ثابت. التغيير المفاجئ بيضايق البشرة الحساسة. نصيحة مني ليكي: بشرتك مش ضعيفة، بس هي حساسة وبتحتاج لحب وهدوء. ما تحاوليش تجربي أي منتجات مش مناسبة ليها، خدي وقتك واعملي روتين يناسب بشرتك. بس كده، افتكري دايما ان العناية ببشرتك مش رفاهية، دي طريقة تحبي بيها نفسك وتظهري بيها بأحسن شكل. مهما كانت بشرتك حساسة ولا لأ، هي جميلة بطبيعتها، محتاجة شوية اهتمام عشان تباني في أحلى صورة. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتي منه، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.